لما حصل معايا ده بدأت ان انا ابحث وادور على انه ده حصل معايا ليه. بدأت افهم انه احنا روح ونفس وجسد، وان في اتصال بين الروح والنفس والجسد، وانه روحنا بتبقى هربانه مننا عشان احنا مسحولين في دوامه الحياه، وان ما عندناش توازن بين الان الدنيا والاخره. بدأت اغير كل حاجه، بدأت اتخلى عن الاشخاص المؤذيه، بدأت انظف دايرتي، بدأت اقفلها عليا ومحتفظه بالناس الكويسه النظيفه اللي موجودين فيها، وما عنديش رغبه ولا استعداد ان حد جديد يجي يدخل حياتي. مش عايزه اصحاب غير اللي عندي، مش عايزه ناس غير اللي موجودين في حياتي. لو انا ماشيه في الطريق قابلت حد نظيف ونقي، بما اني بقيت بشوف وطورت نفسي ومرنت نفسي وعلمت نفسي وطورت قدراتي ان انا يبقى الشخص بيقول الكلام وانا عارفه الحقيقه، بس ما عنديش رد فعل عليها، ساكته، بسمع وبتفرج وساكته. لانه اللي مش عايز يتغير مش هيتغير. مفيش حد بيتغير اصلا عشان حد. اي حد يجي يقول لك انا هتغير عشانك ده كذاب. اللي بيتغير عشان نفسه، واللي بيستمر في التغيير بيستمر في التغيير عشان نفسه. مفيش حد بيعيش حياة حد، مفيش حد بيعيش ألم حد، مفيش حد بيعيش قصة حياة حد. كل واحد فينا عنده قصة حياة مختلفة، وعنده اختبارات مختلفة، وعنده كل حاجة مختلفة عن الشخص الآخر. انت الشخص الوحيد القادر على تغيير حياتك وتغيير امور حياتك وترتيب اولوياتك وفتح دايرتك او اغلاقها وتنظيفها وكل شيء. بس وانا ماشيه في الطريق كان لازم يبقى عندي توازن داخلي. يعني ما ينفعش حد يبقى بيكرهني او حاقد عليا او عنده مشاعر غيره داخليه ناحيتي وجاي يضحك في وشي، فانا اقوم قايله له على فكره انا عارفه الحقيقه. لا، ما بعملش كده. التوازن اللي وصلت له داخليا انه انا عارفه الحقيقه، بس انا ما بقولهاش. بس الشخص اللي ما بيقولش الحقيقه ده بيبقى بعيد شويه. لو هو شخص يعني كان مقرب قوي ببعده شويه. لو الشخص مش مهم بطرده بره خالص. باي باي، مع السلامه، خلاص الموضوع انتهى. انا اكتشفت بعدين بعد فتره طويله انه القوه النفسيه والقوه الداخليه اللي تخليك قادر ان انت تقرر مين في حياتك ومين لأ، مين يصلح انه هو يكون على تواصل معاك. عشان الطاقة بتاعتي دي مش ببلاش، طاقتي غالية ومعرفتي غالية.